السلام عليكم. تعالوا اليوم بحكي لكم قصتي مع صوت القطار. مع صوت القطار شخصيا. كلكم عارفين انهم فتحوا قطار الرياض قبل اسبوعين او اسبوع، وصارت الناس تركب بالقطار وتسمع صوت القطار وهي داخله القطار، لكن انا سمعت القطار وانا بعيد ولا رحت عنده. قصتي مختلفة تماما مع صوت القطار. قبل حوالي 3 أسابيع جالي زبون، وصل له عند باب المحل وطرق لي، خرجت له عنده، قال تكفى خدمني خدمة إنسانية. قلت آمر. قال جيب لي اغراض، رجلي توجعني وتعبان ما اقدر انزل. قلت ابشر. اخذتني الغيره والكرامه ودخلت جبت لها الاغراض، وقلت له حسابك شبكه ولا كاش؟ قال شبكه. جيب الشبكه معك. ابشر. دقيت لصدري. المهم جبت لها الاغراض، دخان وحاجه من هذه المشروبات. خرجت له عنده الا ويسولف معي، كيف حالك اخبارك؟ قل والله الحمد لله. كم حسابك؟ قلت له كذا كذا. دقيت له الحساب. بعد ما اخذ الاغراض، قد الاغراض جنبه بالكرسي اللي جنب. قال يا ابو محمد. قلت امر. قال قد سمعت صوت القطار؟ قلت لا والله ما قد سمعته، انا عارف انهم بيفتحوا القطار بعد ايام، بس ان شاء الله نركب بالقطار ونسمع صوت القطار. قال تبغاني اسمعك؟ تشتى اسمعك يعني؟ قلت يا ريت والله سمعني. انا والله على نيتي، انا قصدي انه حيشغل الجوال ولا حيشغل المسجله حق السياره. قلت سمعني. الا هو يقرع لك تخميسه بنت اسد. انا هذيك الساعه طننت. وين اروح لاحقه؟ وين اسير؟ وين اجي؟ المهم قرع لك تخميسه، خلي الكفره تولعي. اها. ما عاد لكت على صابري ودخلت المحل طوالي. فلذلك هذه قصتي مع صوت القطار. اي واحد يقول لكم قد سمعت صوت القطار انتبه، كتلب حلقة قبل ما يسمعك صوت القطار. اي واحد قد حصلت له هذه الحالة يشرحها لنا بالتعليقات، او ولا انا اول واحد ودفته ولا ايش القصة.